النادي الأهلي يفوز بدوري أبطال أفريقيا، ونادي ريال مدريد يفوز بدوري أبطال أوروبا. وبما إن أنا مشجع أهلاوي مدريدي هقول لكم على إحصائيات تخص النادي الأهلي وتخص ريال مدريد، وهقول لكم كمان على نتائج مباريات كأس مصر الدور ال 32، وهقول لكم كمان على الفرق الصاعدة من الدرجة الثانية إلى الدوري المصري الممتاز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما ابدا معاكم الفيديو يا ريت ما تنسونوش اللايك فضلا وليس امرا، واللي مش مشترك في القناة يشترك وفعل زر الجرس عشان خاطر يوصلك كل جديد من ملعب احمد الكوتش. ونخش اول حاجة معانا على احصائية النادي الاهلي وريال مدريد. واول مرة في التاريخ، أول مرة في التاريخ في نفس السنة يفوز ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا ويفوز النادي الأهلي بدوري أبطال أفريقيا. كل مره ريال مدريد كان بياخد فيها دوري ابطال اوروبا الاهلي كان بيخسر دوري ابطال افريقيا، وكل مره الاهلي كان بياخد فيها دوري ابطال افريقيا ريال مدريد كان بيخسر دوري ابطال اوروبا. حتى المره الوحيده اللي النادي الاهلي لعب فيها ريال مدريد في كاس العالم للانديه، نادي الوداد المغربي كان هو بطل دوري ابطال افريقيا. بما ان كاس العالم للانديه كانت بتتلعب في هذه النسخه في المغرب، فالفيفا طلب مركز ثاني في افريقيا يوصل مع الوداد. بما ان النادي الاهلي وصل للنهائي دوري ابطال افريقيا، فالنادي الاهلي وصل الى كاس العالم للانديه مع الوداد المغربي. نروح على نتائج مباريات كاس مصر دور ال 32. سيراميكا كليوباترا ومكادي 1-0 لسيراميكا، زد والداخليه 2-1 لزد، سموحه ولافينا 1-0 لسموحه، المقاولون العرب والترسانة. ومفاجأة من مفاجآت كأس مصر، نادي الترسانة يفوز على المقاولون العرب بنتيجة 1-0. طلائع الجيش وبور فؤاد 1-0 لطلائع الجيش، المصري وجمهورية شبين 1-0 للمصري، الإسماعيلي والقناة 2-1 للإسماعيلي، بلدية المحلة والجونة اتعادلوا مع بعض في المباراة 1-1، والجونة فاز على بلدية المحلة 5-4 بركلات الجزاء. البنك الأهلي وبتروجيت 4-1 للبنك الأهلي، فاركو والواسطة 3-0 لفاركو، فيوتشر وبترول أسيوط 3-0 لفيوتشر، إنبي والنجوم 1-0 لإنبي، الاتحاد السكندري وبقير للأسمدة. ومفاجأة أيضا من مفاجآت كأس مصر، تعادلوا مع بعض في المباراة 0-0، ونادي أبو قير للأسمدة يفوز على الاتحاد السكندري 4-3 بركلات الجزاء. دي بالنسبة لمباريات كأس مصر. فاضل 3 مباريات متأجلة، النادي الأهلي والألمنيوم وبيراميدز والنصر والزمالك وبروكسي، 3 مباريات دولت مؤجلين. نروح بقى على الفرق الصاعدة من القسم الثاني إلى الدوري المصري. أول فريق معانا بتروجيت، وتاني فريق معانا غزل المحلة. الفرقتين دولت خلاص ضمنوا صعودهم إلى الدوري الممتاز. فاضل فريق في دورة مجمعة من 4 فرق، فريق واحد فيهم بس هو اللي هيصعد. الدورة ديت مجمعة من 4 فرق، وهم حرس الحدود ومنتخب السويس وسبوردنج والترسانة. في فريق واحد بس من ال4 دول بس هو اللي هيصعد. طبعا الدورة ديت عبارة عن دورين، تمام كده. هم لعبوا دلوقتي جولتين. هقول لكم بقى دلوقتي على ترتيبهم بعد الجولتين دولت. حرس الحدود في المركز الأول ب4 نقاط بعد فوز على الترسانة وتعادل مع سبورتنج في المركز الثاني 4 نقاط أيضا بعد فوز على منتخب السويس وتعادل مع حرس الحدود. الترسانة في المركز الثالث بعد خسارة من حرس الحدود وتعادل مع منتخب السويس. منتخب السويس في المركز الرابع بنقطة واحدة بعد خسارة من سبورتنج وتعادل مع الترسانة، ولسه هيلعبوا بعض دور تاني كمان. طبعا كل التوفيق طبعا يعني للفرق كلية، وان كنت اتمنى ان انا يعني اشوف الترسانة ومنتخب السويس في الدوري الممتاز. وبس، وبكده اكون خلصت معاكم نهاية الفيديو النهارده. اتمنى يكون الفيديو يكون عجبكم، واي حد يكون وصل معايا لحد دلوقتي يا ريت نبخش عليا باللايك، اللايك فضلا وليس امرا، واللي مش مشترك في القناه يشترك وفعل زر الجرس عشان خاطر يوصلك كل جديد من ملعب احمد الكوتش. والسلام. ختام.